توفيق اكيد هو غاب علينا. تعرف هارد لك اول شيء جمهورنا الوفي على الخساره، ما كنا نستحق انه الخساره علينا احنا كلاعبين. عندنا بعض الاخطاء انه اللاعبين انه نعطي قيمه للشعار، شعار قوة جوي لان نادي كبير. الخساره امام الزوراء اعتقد انه راح تدافع معنا واللاعبين انه حقق لقب الدوري، لا زال الدوري طويل. عندنا المباريات، عندنا كل مباراه لازم ندخلها نهائي، يعني اي مباراه تعادل اعتقد انه جويه خارج. كلمة حلوة لأنه البعض قال بعد أعتقد انتهت آمال القوة الجوية بالمنافسة على لا بعد عندنا مباراة مؤجلة. الفريق هو الشرطة، أي تعادل فوز احنا في المباراة المؤجلة نصعد فوق يعني فوقهم. فلا زال الدوري طويل وعندنا قلت لك ثقة بلاعبيني، ونقول مبروك للزوراء هرد لك نادينا. مباراة عاطفية كانت لإبراهيم بايش، المباراة كانت أمام فريق السابق. اكيد هم الفريق انه صاحبين الفضل علي، كان الزوراء كان قوه جويه. انا اعطي يعني داخل المستطيل الاخضر اعطي يعني الفانيله اللي لابسه دائما. فنقول مبروك الزوراء وهارد لك القوه الجويه. اليوم كان راضي عليكم يعني بعد المباراه، يعني لانه اليوم انتم اديتوا في المباراه. هي اكيد قلت لك هو التوفيق غاب علينا، يعني حصلنا على فرص ما سجلنا، ما يمكن من الكره ثابته قولوا علينا. مبروك رساله انه للجمهور انه ليسون يعني مثلا اللاعبين لاعبين منتخب وطني، ما طول انه لاعبين المنتخب الوطني، وكان الميناء وكان الزوراء لعب ثاني للزوراء. فالاساءه يعني مو حلوه بحق. هي اكيد هو عليه. قلت لك هو يعني الاساءه ما يعني اتقبلها يعني كراهه بالصدر، بس يعني الاعلام انه منقوله اعتقد 26 كاميرا جايبين، ويعني العالم كله جاي، اعتقد يمكن بالعشر قنوات انه هو الخليجيه ناقله اللعبه. فالاساءه يعني مو حلوه بحق ابراهيم. حازه بنفسك لانه حتى من تحكي بحرقه اليوم. هي اكيد، لا قلت لك يعني هو الزوراء قلت لك فريق انه لعبت له وحققت له لقب الدوري وكاس السوبر. فالاساءه معيبه يعني مو لي بس، يعني مو لي لاعبين يعني منتخب وطني، انه يمثل لاعب منتخب وطني كان الميناء وكان الزوراء. فخلي دورينا انه يرتقي بصوره حلوه. نقول مبروك نوار، صارت لك القوه الجويه.